السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا، اليوم المضروب مضروب، اليوم الكئيب كئيب من أوله، والله العظيم ما هتتنططي. هو يعني هتلاقي كل حاجة حواليك تقول لك اكتئبي. هو كده اليوم القافل قافل يعني، زي ما حصل معايا أنا النهاردة. بصوا، الدنيا بايظة معايا ونفسيتي زي الزفت، ويعني اللهم لك الحمد. فإيه، افتكرت كلمة حماتي تقول قال إيه اللي يشوف الخضار نفس الطيب. فما رضيتش أروح البيت، جيت من شغلي على الزرعية هنا على طول، قلت يا بنت تاخدي لك لحظة في الهوا والخضار يمكن نفسك الطيب كده، ويمكن الدنيا إيه، الدنيا تفك معايا شوية. تمام. فأخدت بعضي وبلبس الشغل بتاعي ورحت. أنا وقاعدة افتكرت الطيرات بتاعتي، اللي هو طب يا اخوانا ما فطرنش وعايزات حشيش عشان يفطرن. يا عمي انا جايه، انا ما قدراش والله ما قادره نعمل حاجه، ولا طالبه معاي اصلا نخدم ولا نعمل اي حاجه. طب معلش حرام وروح مسؤوله مني وكده وبتاع. يلا مش مشكله، ما جتش عليهن يعني. رحت قمت حشيت لهن حبايه برسيم وركنتها على جنب، قلت ناخد نفسي وناخد لي لحظه كده عشان ايه، نقوم نروح. قوم نبص ورايا نلاقي شيخة العرب دي قاعده نهار كله بنهار ده. والله العظيم غسيلها النفس اقسم بالله. يعني بصي لو اتركس كده وازقطتي حجي تغسليها حجيك اكتئاب والله العظيم. غسيلها يا حفيظ يا رب. واصلا انا قافله، يا ابوي كنت حنبكي اول ما شفتها. انا من اول ما غسلتها وانا نسياها وعماله ننساها، يعني انا انساها قاصده يعني عشان اليوم اللي حنغسلها فيه، مش عايزه نفتكر اليوم اللي حنغسلها فيه يعني. بصوا زي ما حكيتكم، مليانة سبوس ومليانة شعير ومليانة قش، وحالتها حال ومهوياها والله. فعايزة غسيل كتير، عايزة مجهود يعني في الغسيل، وعايزة وقت، وعايزة مجهود كبير إن هي تتغسل يعني. فجيت قلت إيه ما بدهاش، ما هبصوا يعني يلا، ما هي كده كده خربانة يعني، خليني أنا ومكتئبة بالمر ونغسلها بدل ما نكون جاية زينة وفرحانة ومبسوطة تروح تكفي لي يومي كده كده، اليوم مكفول والدنيا بايظة، فخليها إيه يلا بجملة الاكتئاب يعني. بص يا اخوانا، اللي ما حطش لايك وحط عشان اقسم بالله جايبه اخر النفسي. والله العظيم. بالله عليكم اللي يشوف الفيديو حطوا لايك. اللايك يدعمني ويرفع الفيديو يعني، اللي يتفرج دوسوا لايك دوسوا لايك يلا، مش حاجه يعني. تمام. المهم مسكتهن وقلت يلا تعالى، إن هي جت عليك يعني، ما هو كده كده اليوم مكفول، خليه يكفل بالمره. جيت غسلتهن ان ينضفن مستحيل رضياتش، والله ما رضيت ينضفن ولا رضيت يتعدلن. عارفين ايام بدري كانش في غسيل الغلة ده، والله العظيم دي يعني دي افكار مستحدثة، الله يسامح اللي كان السبب، الله يسامح الله يسامح اللي دخلها لنا، ما كنا عايشين زي الفل ونضاف وحلوين وبصحتنا. يعني لما ابتدينا نغسل الغلة الصحة زادت، والله بالعكس هي الدنيا اللي باظت اكتر. كانت بدري الوحدة تحطها في عجانية زي كده، كأنه ولا مقطاف ولا طشت ولا ايه، وتفركها تجيب لها علبة مية جنبيها وتقعد تقعد تفرك فيها يعني تدي رشة بسيطة كده وتقلب في الغلة، تجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، وهكذا تدي رشة بسيطة. يعني كمية غلة زي كده مثلا ما تتفرك بلتر مية مثلا أو 2 لتر حاجة زي كده يعني. زي تتغلف يعني، والله وكنا بصحتنا وكنا زي الفل، يعني إيه اللي كان حاصل؟ إلا دلقي اللي العيا زاد والأمراض زادت من يوم ما النظافة زادت يعني. وهنا عشان تنضف دي طبعا مش هتنضف بالوضع اللي انا شغاله فيه، فبقيت نجيب المصفى ونطلع من عجانيه لعجانيه ان نشيلها عشان ايه، عشان التراب بقى يتصفى وينزل عشان نخلصوا مني الموضوع ده يعني، عشان ترضى تنضف. هي اصلا مش هتنضف، هي في كل الحالات مش راضيه تنضف. فانا قلت ايه عشان نفضها منيها وعشان ننجز منيها يعني. بقيت نصفي عاد من ناخد حباية حباية يعني عشان نحطهن في العجانية دي ونستفرد بيهن، بقيت نغسلهن غسلة نظيفة كده. والله العظيم هدن حيلي يا رب استغفر الله العظيم، قلت أنا جاية اليوم مكفول فجايات تزودن عليا يعني، أنت الهم أنا ناقصة. بس قلت يلا ما بدهاش، بقيت ناخد في العجانية دي، ناخد من العجانية دي للعجانية دي وهكذا رايح جاي رايح جاي، لغاية ما هنطفن. وانا اتبلبلت وقاعدة بهدوم الشغل وحالت اوعى تكون ما حطيتش لايك. حطي لايك حطي لايك. تمام. فجيت لغاية ما ايه ما هنا غسلتهن يعني. بس ادي بصوا، ادي حتى لما تحطن يعني في النية تاني، ادي شايفين بصوا اللي عمال يعوم ده. لا انا حماتي كانت قايله لي ما تقلقيش، قال منه ده هيطلع في الردة يعني، اول ما يروح في الطاحون فمش هينزل تبع الغلة، مش هينزل تبع الدقيق يعني، فيطلع في الردة، فما مناش مشكلة ولا منا. بس انا يعني خايفة منه لحسن يبوظ لي الدقيق. انا ما عنديش حباية دقيق اياهن، ما عنديش غيرهن.
فيعني لا والله عندي غلة تاني، بس الدقيق يعني حبيت الدقيق، أنا أخذ عليهن وقت كبير إني أنا عشان حنص نطحن تاني ونعوز نهوي تاني ونعوز موال يا إخواننا والله، وأنا ما عنديش خلق يعني للمواضيع دي. فجيت إيه اهتميت بيهن، يعني غسلتهن غسلة نظيفة، وأدي كفايانا نبصوا للخضار إحنا وشغالين، مش ما لناش يعني نصيب إن الواحد يقعمز ويستجم ويقعد كده يتفرج. بنتي عجبها السما وعجبها الجو، كانوا شغالة إيه شغالة تصور شغالة تصور في السما، تقول لي بصي الجمال. كان فعلا كان في اليوم ده الجو جميل بصراحة، ولكن الظروف كانت أقوى مني يا إخواننا، ما خلتنيش إني أنا نستمتع يعني بصراحة بالموضوع. يعني كانت الخدمة تحيط بي من كل اتجاه، ومش أي خدمة، لأ، الحاجات اللي تجيب اكتئاب، يعني الحاجات اللي تضايق، اللي هو يلا تعالى تضايقي. فهنا بعد ما أخيرا بقى نطفن وتمام وربنا نفخ في صورهن، فبقيت إيه نصفيهم بالمصفى ونحط في الشوالة، عشان اللي هو خلاص يعني نستناهن ياخدلهن يومين، تهيألي خدن يومين، بس إحنا عشان يعني حصلت معنا ظروف وكده قاعدة كنا والله خدن ال3 أيام على ما راح الطاحون يعني. بس مش مشكلة، هو بتاع الطاحونة يقول نشفوها كويس يعني. فإحنا هنحطوها في الشوالة دي تتصفى، تاخد يوم مثلا أو ليلة، أو لو في أول اليوم تاخد لغاية آخر اليوم أو لغاية العصر مثلا، ونجو بعدين في آخر الليل نفرشوا ملاية كده ونروحوا نفردوها عليها الغلة عشان تتهوى وتنشف، ونشغلوا عليها مروحة أو ما نشغلوش يعني مش مشكلة. المهم إن هي إيه تتصفى. جيت قلت يا بت صايمة ومكتئبة، يلا اعملي لك صينية كنافة، عاد ايه بري نفسك بيها، عاد ما كفاياك اليوم بايظ النفسه، يلا اعملي لك صينية كنافة. قلت يلا ينعل ابو الكلب، والله هنعمل له صينية كنافة، خلي اليوم يتظبط معايا وخلي المود ايه عندي يتحسن. روح لك يا بات صينية الكنافة اتحرقت والله العظيم. انا مش هنقول لك اليوم المكفول مكفول من اوله، اليوم ما تحاوليش عارفة، بصي والله العظيم ما تحاولي اليوم ما حتتنططي. جيت حتى قطر صينية الكنافة اللي عملتها واقفة عليها وقاف، يا دوب غفلت منها حاجة بسيطة يعني كده، غفلت رحت اتحرقت. قلت لها والله العيب مش فيكي ولا فيا، العيب في يعني هو اليوم نفسه. أنا كان ممكن عملتها في يوم ما يكونش فيه اكتئاب، ولكن يلا مش مشكلة. حاولت هنا قال إيه يعني نتحايل على القانون إن أنا قلبتها على الناحية التانية وشلت منها حباية الحركة، بس والله قالوا لي حلوة وبصوا وعدت وكلوها. اللي ما عملش لايك يعمل، والسلام عليكم.